تعرف شي حكاية هاك السفاح اللي هدد الأمن القومي وكان باش يتسبب في حرب طائفية في لبنان؟ حكايتنا عن لغز حير الشرطة بعد ما لقاو جثث لسائقي تاكسي، وفي كل مرة المجرم ما يحط حتى دليل وراه كان كرتوشة واحدة. قضيتنا اليوم ترجع لعام 2011 بالضبط في العاصمة اللبنانية بيروت. شكون هالمجرم وشنو هو دوافع القتل متاعو وعليش كان يختار كانت تاكسيستية بالذات؟ بدات الحكاية في 29 جويلية 2011 مع العشرة متاع الليل. تاكسيست اسمه إلياس فريد عاصي يخدم على روحه في ضاحية من ضواحي بيروت. وقفوا شخص وطلب منه يهزه لمنطقة بعيدة شوية على وين مكانه. رفض إلياس بحجة المكان بعيد، لكن المبلغ اللي عرضوا عليه خلاه يبدل رايه. ركب بالسيد هذا وبعد تقريبا 10 دقائق طلب منه يقف باش يقضي حاجته. ووقت اللي يوقف التاكسي ما يفيق، كان بكرتوشة تدخل في راسه، ومسكين ما كانش يعرف انه التوصيلة هذيك ممكن تكون اخر توصيلة. الياس يلقاوه مرمي في الشارع غارق في دمه من غير اوراق ولا حتى شيء، لكن لحسن الحظ الياس ما ماتش ودخل في غيبوبة. بعد نهار لقات الشرطة اللبنانية التاكسي مطيش في طريق عليه بقايع دم، اما ما كان فما حتى بصمات او ادلة توصلهم من هوية القاتل، غير حاجة بركة غريبة، المراية القدامية متاع الكرهبة ما فماش. بعد 6 أيام بالضبط من جريمة إلياس، الشرطة اللبنانية تلقى ضحية جديدة مقتولة بكرتوشة ورا وذنه، والمفاجأة إنه سائق تاكسي زايدة. الضحية الثانية اسمه رجاء، سوري الجنسية، ولقاو التاكسي متاعو واقف في طريق بعيدة وما كان فيها حتى بصمات ولا أي دليل إدانة. بعد أيام يتم التبليغ على جثة ثالثة مرمية في شارع من الشوارع، وكانت لسائق تاكسي إيراني الجنسية مقتول بنفس الطريقة، والتاكسي بتاعه بعيد على مسرح الجريمة بنفس الطريقة متاع الجرائم الأولى. 3 ضحايا، زوز ماتوا وواحد من الحياة والموت في ظرف 6 أيام وكلهم تاكسيستية. هنا الشرطة اللبنانية ربطت الخيوط وعرفت اللي هي تتعامل مع قاتل متسلسل، الهدف متاعه التاكسيستية اللي زاد صعب فهمهم للموضوع. التوا دافع القتل مجهول، ما فما حتى دليل ولا بصمات، الشيء اللي خلى الشك يتجه انها تكون جريمه دوافعها ارهابيه او طائفيه. سبتمبر 2011 الشرطه اللبنانيه لقات 28 جثه جديده مجهوله الهويه تعرضت لطلق ناري، لكن هالمره التاكسي لقوه محروق. القضيه هزت الراي العام في لبنان، والموضوع ولا يشكل خطر على اللبنانيين، وخاصه سائقي التاكسي اللي بدورهم توقفوا في المنطقه هيك على العمل من شده الخوف. حاله استنفار امني في المدينه، حواجز تفتيش، والأمن اللبناني وصل يتنكر في زي سائق التاكسي للإيقاع بالمجرم، لكن دون جدوى. ماهيش سهلة القضية، وهو قدام قاتل محترف وذكي وعلى علم بالتقنيات المستخدمة، يتصرف بطريقة حذرة ويتحرك بمناطق نائية بعيدة على عينين الناس والكاميراوات، وما يحط وراه حتى دليل. الموضوع قعد غامض حتى لين فاق الياس من غيبوبته اللي هو الشاهد الوحيد على الجريمة. والمفاجأة كانت انه اللي ركبوا معاه نهار الجريمة زوز اشخاص. هنا ولينا نحكيو على زوز مجرمين مش واحد بركة. ما نطولش عليكم اكثر، بعد الاستماع لشهادة الياس الشرطة اشتبهت في 5 اشخاص، حقت معاهم ونجم الياس يتعرف على واحد منهم اللي فيه كل المواصفات اللي ذكرها في التحقيق. حاولت الشرطة تضغط عليه وتحقق معاه باش يعترف على شريكه، لكن هما في التحقيق كانت عملية القتل ما زالت متواصلة، ولقات الشرطة جثتين شخصين مقتولين بمناطق مختلفة بنفس الاسلوب، منهم واحد مسيحي، فاستبعدت انه يكون هو القاتل. وبسبب اختلاف ديانات الضحايا اتاكدت الشرطه وقتها انه القتل موش الاسباب طائفيه. رجعت القضيه للنقطه صفر، بلغ عدد الجرائم 9 حتى التو، الى ان قرر القتله انهم ينفذوا عمليه مزدوجه في ليله من الليالي وبالطريقه نفسها. قتلوا سائق واستخدموا التاكسي متاعو لصيد ضحيه ثانيه، والمره هذه عسكري في الجيش اختاروا القدر باش يركب معاهم، سرقوه قتلوه وطيشوه في الشارع. وعلى خاطر اي قاتل متسلسل لازم باش يغلط، المجرمين هذم قاموا بغلطه وكانت هي مفتاح حل الجريمه. من بين الحاجات اللي سرقوها من العسكري تليفونه اللي باعوه لواحد من جيرانهم، ولانه تليفون عسكري فرق الابحاث تبعت الاشاره ووصلوا للشخص اللي شري التليفون، اللي بدوره اعترف انه شريه من جاره اللي اسمه ميشيل. حددت الشرطه مكان ميشيل وداهمت مكان سكنه واعتقلته هو و4 اخواته، وبعد تفتيش الدار لقاو المسدس مخبي في الفور. صارت التحقيقات مع ال5 اخوات، اللي نعترف ميشيل بانه هو واخوه جورج اللي ارتكبوا كل الجرائم السابقه. المتهمين قدموا للمحققين اكثر من متوقع، اعترفوا بارتكاب زوز جرائم قتل اخرين قبل 7 شهور وتحافظت ضد مجهول. قتلوا امراه كبيره بعد ما
مصر وذهبها، وتكسيسة سوري جنسية بعد ما كلفوه باش يبيع ذهب في سوريا لكنه غشهم. الإخوة ميشيل وجورج توا في سجن رومية وهو من أكبر سجون لبنان، لكن إلى هذه اللحظة ما تحاكموش. بعد ما اعترفوا في التحقيق تراجعوا قدام القاضي وقالوا إنه اعترافاتهم كانت تحت الضغط والتعذيب، وهكا رجعت حل ملف التحقيق من الأول وجديد وفات قضيتنا لليوم. لكن برشا أسئلة تقعد مطروحة، هل معقول إنه إنسان يقتل إنسان على خاطر 20 ولا 50 دولار؟ ولا هي حالة مرضية كانت بناء على تجارب صعيبة ومعاناة كبيرة عاشوها المجرمين خليتهم يشعروا بالنقمة والغضب على المجتمع؟ كان عجبتك حلقتنا لليوم بارتاجيها وخلينا كومنتير، وما تنسيوش تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي بالتونسي.